عمرك سألت نفسك ليه بتسامح ناس بيكسروك وبتقسوا على نفسك؟ ليه كل مرة توجعك تقول دي آخر مرة لكن بتكرر نفس القصة؟ إحساس غريب صح؟ ده مش صدفة، ده عقلك بيشتغل بطريقة علمية مدعومة بدراسات عن التعلق والدماغ البشري. أغلبنا بيحب يظن إن التسامح بيخلينا طيبين، لكن الحقيقة أعمق من كده. إحنا بنسامح مش دايماً علشانهم، بنسامح لأننا خايفين نفقد الإحساس اللي كانوا بيخلقوه جوانا. الأمان، الراحة، الاهتمام، الإحساس إنك مش لوحدك. ده اللي العقل البشري بيتمسك بيه حتى لو الشخص اللي قدامك بيأذيك. تعلقك مش بالإنسان نفسه، تعلقك بالإحساس اللي كان موجود معاه. مثال بسيط، أنت ممكن تحب شخص معين، لكن اللي فعلا كنت متعلق بيه هو شعور الطمأنينة اللي جواه. المشكلة إن إحنا بنربط إحساسنا بالقيمة الذاتية بوجود حد معين. الدراسات أثبتت إن التعلق المرضي بيزود شعور القلق والخوف من الوحدة. كل ما نتعلق أكتر، كل ما الألم بعد الفقد يزيد. هل سبق وحسيت إنك متعلق بشخص بس في نفس الوقت العلاقة بتأذيك؟ ده سؤال مهم، خد دقيقة فكر فيها دلوقتي. في دراسة على 200 شخص متأثر بعلاقات سابقة، اتضح إن 70% منهم ما كانوش بيتركوش علاقة مؤذية بسرعة. مش لأنهم بيحبوا الشخص، لكن لأنهم خايفين يحسوا بالفراغ والوحدة. حتى لما كانوا عارفين إن العلاقة مضرة، دماغهم كان بيبحث عن الإحساس اللي كانوا حاسين بيه مع الشخص ده. الخطوة الأولى للراحة النفسية، افصل بين الشخص والإحساس. اسأل نفسك، أنا محتاج الشخص ده ولا محتاج الإحساس اللي كنت بحسه معاه؟ فرق كبير جدا. الدراسات بتقول إن الناس اللي بيقدروا يفرقوا بين الحاجة للإحساس والحاجة للشخص نفسه بيقل عندهم التعلق المرضي بنسبة 40%، وده بيخليهم أكثر سعادة واستقراراً. قبل ما نكمل، خد دقيقة لنفسك. لو الكلام ده لمس قلبك، لو حسيت إنه بيفك عقدة جواك، اضغط لايك دلوقتي. واشتراكك معانا معناه إنك مستعد تكمل رحلة الشفاء دي خطوة خطوة، مش بس للفيديو ده، لكن لكل يوم جديد هتحس فيه بقيمتك. الخطوة الأولى، وسع دايرة الأمان. مش كل إحساس الأمان لازم يكون مرتبط بشخص واحد. قرب من أصحابك، أهلك، اهتم بهواياتك، اشتغل على نفسك. الخطوة التانية، قيمتك لنفسك أهم من أي شخص. تقديرك لنفسك مش مرتبط بوجود حد. حتى لو اتأخر حد في الرد، ده مش بيقلل منك. الخطوة التالتة، قلل الجرعة تدريجياً. مش لازم تقطع كل التواصل فجأة. قلل الكلام، قلل الفضفضة، قلل الاعتماد، خطوة بخطوة. هل جربت قبل كده تبعد خطوة صغيرة عن الشخص ده وتشوف شعورك؟ ممكن تكتشف إنك حاسس بحرية أكتر مما كنت متخيل. الشفاء مش إنك تنسى، الشفاء إنك تتذكر بدون ما قلبك يتألم كل مرة. اللي بيحبك بجد مش هيخليك تختار بين كرامتك ووجوده. اللي مناسب ليك مش هيخليك دايما قلقان. الحب الصحي بيطمن، مش بيستنزف. في دراسة عن علاقات انتهت بطريقة مؤلمة، وجدوا المشاركين اللي بدأوا يطبقوا خطوات فصل الإحساس عن الشخص بدأوا يحسوا براحة أكبر بنسبة 50% في أول شهر. ده دليل علمي إن الطريق ده فعال، مش مجرد كلام. لو دلوقتي أنت مرتبط بعلاقة أو شخص أثر فيك، ركز على نفسك. ابدأ تعطي نفسك الاهتمام اللي كنت بتدور عليه عند حد تاني. تساءل نفسك، إيه الحاجات اللي ممكن تعملها دلوقتي علشان تحس بقيمتك بدون أي حد؟ اكتبها أو فكر فيها، ده جزء من الرحلة. لو حسيت إن الفيديو ده بيفتح لك عيونك، اضغط لايك وشارك مع حد محتاج يسمع الكلام ده. واشتراكك معانا معناه إنك مستعد تكمل رحلة النمو النفسي دي خطوة خطوة، من غير ضغط، بس بثقة. في يوم هتفتكر الشخص ده من غير ألم، مش لأنك نسيت، لكن لأنك بقيت كامل لوحدك. وأي علاقة جاية في حياتك هتكون اختيار، مش احتياج. أنت مش محتاج حد يكملك، أنت محتاج حد يشاركك اكتمالك. واللي مش قادر يشوف قيمتك مش خسارة إنه يمشي. الخسارة الحقيقية إنك تفضل ماسك في حد على حساب نفسك. لو لسه متعلق، اتعامل مع نفسك برفق. ولو بدأت تفك التعلق، افتخر. لأنك مش بتخسر شخص، أنت بتكسب نفسك.